أمس سولفت السالفة وحذفتها يعني على طول، لكن الحين بعيدها لكم. أنا 50 اللي شاهدوها الظاهر، على طول حذفتها. وبسولف عليكم وحدة ثانية بإذن الله وتحوز على رضاكم بإذن الله. أهم شيء إنكم تنبسطون طال عمركم معاي طال عمركم. سالفتنا أمس إنه يقول لك في رجال ترقد بالمستشفى بقسم العظام، ويقول جنبي رجال مجبص. الوكاد يقول ما هو جبص عادي، الله لا يبلع من راسه الين اصبع التبير برجوله كله جبص. يقول ما هو جبص، زهموله لفنه لفه الله لا يبلع، ما بقي غير فمه وعيونه وخشمه بعد مخلينه يتنسم. يعني الرجل حالته يرثالها، لكن الزوار اللي يجونه كل ما يطلعوا من عنده غير كلهم فطين ضحك موتى ضحك، ما هو طبيعي تسمع بخر المستشفى. يعني تخبرون، وانا استغربت من الوضع هذا، قلت والله غير انشدون. والله خليت ياما الزوار روحوا وتخبرون وانتهت الزيارة وانا انزل واروح انشد. السلام عليكم، الحمد لله على السلامة يا اخوي وشلونك؟ طيب اخذت علومه وعطيته علومي، وقلت له انا والله مستغرب من شيء، كل من جاي يضحك. قال انا بعلمك سالفتي. اضحك. يقول نمت هك الليلة ببيتي، أنا ساكن بالدور الثاني، ودائما أفتح البلكونة أبرد طلع. يقول يوم صحيت ولا أني يوم القيامة قائمة ومحشورين وابد والله. يوم الحشر وبدأ الحساب والعقاب ووزعون الكتب، ويقول وانا حصل على كتاب يمين، وانا افرح وانبسط وادعي ربي يا رب. يقول وانا حمد ربي. قالوا رحت توجه للمواقف، يقول فيه بساط تودي الى النار وفيه بساط تودي الى الجنه وابد. يقول وانا توجه للمواقف حق البساط، وقالوا باصك 69 هذه يروح للجنه، وانا اروح مع زعمه الناس والظاهر اني تعديت. يقول ما انتبهت زخوني وعلى الباص، والله حين نتوجه للجنة، وحين ماشي مع الطريق ولا لوحات إرشادية، الجنة 50 كيلو النار 60 كيلو. زين الحمد لله يا لك الحمد. يقول حين نمشي ويصير فيه مفرق يمين الجنة ويسار النار. يقول وسواق باصنا يفرق يسار. يا ولد يا سواق حنا من أهل الجنة، أصيح الحالي. يقول العالم كلها ساكتة غير أنا أصيح، كل راضي بأنه من أهل النار غير أنا، ويلج بنا. يقول كل ما مشينا والحرارة تجينا موت حر شو، يقول وأنا أنقز بحلق السواق، ويوم مسكته مع علباته ويلتفت لي ولا هذا بليس الله لا يوفقه. يقول ويا قد يضحك. يا ولد وقف الله لا يوفقك، الله يلعنك، وقف أنا من أهل الجنة. قال والله غير تروح معنا للنار، والله غير أطشك بالنار. يقول هو يدوس حاول عافره يمين يسار أبيه يوقف، عجزت عنه، تقول أحرك هالصبة. يقول مالي غير أنا أروح للباب الباص. يقول وأنا أفتح باب الباص برجلي دف وأنا زدت حالي ما بي النار. يقول ولو ضعيت إلا عندك هنا يا بالمستشفى. ذريه يوم زدت حاله طبح مع الدور الثاني بحوش جاره دن ويابد وما في عظم به سليم. سالفتنا الثانية بعد موقف مع رجال، يقول أنا رحت أصلي صلاة العشاء، يقول والحق الركعة واركع معهم. يقول يوم ركعنا أسمع صوتنا ولا أسمع صوت ورع، يقول السيالة حلبانة ما أدري شو الوضع. يقول الصوت حق النحنحة وصيالة حلبانة بدأ يقرب لي. يقول يوم سجدت ولا شيء ولا هكا المفتاح يخش بورا ولا ثريها العيل يدق سلف لنا اللي تنحنح يسكت، وإذا مص اللي يهفها الشحم على قولة أهل الجنوب ويسكت، يقول السيارة حلبانة وشغال بالمسجد كل أبوه يا ما خلصهم.
انا يقول ما مسكت حالي، تلطمت اول ما قضيت الصلاة وكا كا كا ويا الله واطلع مع الباب. اليوم جبنا لكم سالفتين وارجو انها حازت على استحسانكم ونالت اعجابكم. اذا اعجبتك فانشر سنابي، واذا يعني على الخاص عطنا اقتراحاتك، واشترك في قناتي على اليوتيوب وسنابي هذا هو.